قناة إدريس تي في ناسيونال جيوغرافي طروادي تقدم برنامج هل تعلم. لكل بلد عادات وتقاليد تتواجد في المجتمع، لكن عادات المغاربة كثيرة وغريبة، وفي حلقة اليوم سنسلط الضوء على هذه العادات. إليكم أشهر العادات والتقاليد عند المغاربة. نبدأ بالفواقة، واسمها الأصلي الحازوقة، أي إذا أحسست بالفواقة سيتهمونك لا محالة بالسرقة الموصوفة، زوجة بصوفة. وإذا رأيت صباطا فوق صباط فلا بد أن تشد الطريق إلى الرباط. وعندما تكسر شيئا في المنزل فاستخدم الكلمة السحرية لتجنب التوبيخ، وهي لقد ذهب بالبلاء والباس إلى فاس أو مكناس. وفي لغتنا يتواجد بكثرة التعبير المجازي، أي عندما يأكلك أنفك فالبركة في رأسك، أي أنه دلالة على قدوم خبر الموت. وكثيرا ما نسمع في بيوتنا كلاما غريبا مثل أكلني السلام، ومنه يأتي ضيف يدعى بسلام. وإذا تحدثت لصديقك عن شخص مريض سيقول لك شكيكو، وهي دلالة على الوقاية، والوقاية خير من العلاج. أما إذا عطست عطسة واحدة سيأتي عندكم ضيف، وإذا كانت أكثر من عطستان فاذهب لشراء الدواء، فلقد ضربك البرد القارس. في شهر مارس لا تقفل المدارس. وإذا فرفرت عينك اليمنى ستسمع خبرا جيدا good news، وإذا فرفرت عينك اليسرى ستسمع خبرا سيئا bad news. سأسألكم سؤالا، هل تعرفون اللعب بالأيدي؟ أيدي أيدي أيدي. إذا جاءتك الحكة في اليد اليمنى فاعلم أنك ستحصل على النقود، أما إذا جاءتك الحكة في اليد اليسرى فاعلم أنك ستعطي النقود، أي أن هناك غرامة بلا ندامة. وإذا جاءتك الحكة في كل أنحاء جسمك فاعرف أن هناك شيئان، إما داء الجربة أو وجب عليك الذهاب إلى الحمام. مع كثرة القيل والقال تسلقنا تبقال وجلسنا مع البقال لنقول لكم في الحال أنه في المشرق العربي إذا كانوا يتحدثون عن شخص ثم ظهر فجأة يقولون له اذكر الإنسان الحلال يظهر في الحال، ونحن نقول وراء ظهره اجبد الزرواطة يظهر الكلب، أما أمامه عمرك طويل. وإذا كنت مارا بالشارع ورأيت قطا أسودا فاعلم أنه يوم مشؤوم، أي أنك ستصبح مظلوم، فلا داعي لتموت بالسموم. ومن الروائع في صغارنا كنا نخشى البعابع، جمع بوع صديق بخيشة. وإذا كنت تتكلم أنت وصديقك وقلتم نفس الكلمة في نفس اللحظة فاعرف أن هناك من يتحدث عنكم، أي النميمة والشتيمة. من هنا وهناك قصينا في السناك، أي عندما تذهب إلى زيارة الأقارب وتجدهم يأكلون يقولون لك أف أمك ضربتك بمغرف. وإذا ضربك أحدهم بشطابة ستصبح أعوج ولن تتزوج، أي ستبقى عازبا. وإذا أردت أن تفتح في المغرب أي باب فعليك استخدام كلمة السر عند الطرق، وهي قريب وليس ببعيد. وعندما تتخطى الأخ الصغير فاعرف أنه سيبقى قصير. وما يلفت الانتباه أيضا هي الفتاة النحيفة، أي الرقيقة، ففي أوروبا يسمونها مانكان، أما هنا فهي فتاة مسمومة. وهناك بعض المفردات المنتشرة ولكن لا نعرف معناها، مثل 66 كشيفة و6 حمص. ولا تنسى دائما قول الكلمة المضادة للتقواس، وهي 5 وخميس وجمعة. ما أحلى الكسكس بالقرعة. إذا أعجبتك عادة من هذه العادات لا تنسى الإعجاب والمشاركة.